الفراخ المقرمشة ما يختلفش عليها اتنين، وبيحبها الكبير قبل الصغير. يلا بينا نشوف هنعملها في البيت ازاي. عندي هنا حلة كبيرة هحط فيها تقريبا 2 لتر مية فترة من الحنفية عادي. بعد كده هنزل عليهم بربع كوباية خل ابيض، هنزل عليهم بعصير ليمون، ليمونة ونص مثلا او ليمونتين، وهنحط القشر كمان معاهم في المية. ده محلول النقع اللي هنقع فيه الفراخ بتاعتي من بالليل للصبح. بعد كده هنزل بمعلقة سكر، معلقة ملح، ورشة فلفل اسود. هقلب كل الحاجات دي مع بعضها لحد ما اتاكد ان السكر والملح دابوا. هكون محضره الفراخ بتاعتي مقطعاها تقطيعه صغيره وعامله فيها فتحات كده عشان المحلول ده يوصل لكل الانسجه بتاعه الفراخ، على حسب بقى طبعا الكميه اللي انتوا عاملينها، بس يفضل زي ما قلنا ان تكون متقطعه قطع صغيره. بعد كده في محلول النقع دوت هبدا اغطيها واسيبها من بالليل للصبح. ده منظرها كان تاني يوم الساعه 11 الظهر. زي ما انتوا شايفين حتى اللون شويه بدا يتغير عشان الخل والملح والليمون اللي كانت منقوعه فيه. هنغسلها كويس بقى وهنصفيها من المحلول دوت. زي ما انتوا شايفين لونها ابيض خالص اهوت. هنا بقى هنكون محضرين شوية بهارات. عندي ملح وفلفل اسود وتوم باودر وفيجيتار، طبعا فيجيتار حر او بارد على حسب رغبتكم، وكاري وكركم وبهارات فراخ. وهنا كنت حاطه ميه بشر بصلايه وطماطمايه. هنبدا نقلب البهارات كلها على بعضها عشان هنشوف دلوقتي احنا هنقسمها على مرحلتين. هنقلب البهارات كلها، بعد كده هنحط تقريبا معلقتين او 3 على ميه البصل وبشر الطماطم ديت، وهنسيب بقيه البهارات هنشوف هنعمل بيها ايه. هنبدأ نقلب هنا البهارات زي ما قلنا على مية البصل والطماطم وبشر الطماطم. هنزود عليها حوالي معلقتين كبار خل ونص ليمونة. هنبدأ نقلبهم كويس ونجيب الفراخ عندنا اللي احنا شطفناها من محلول النقع بتاعها، نحطها في بولة تانية كبيرة، وهنبدأ ننزل عليها الخليط بتاعنا دوت. وهنا يفضل ان هي تتساب اقل حاجة 3 أو 4 ساعات. برضو هنحاول نقلبها كلها، وزي ما قلنا عاملين في الفراخ بتاعتنا فتحات عشان نتأكد ان التتبيلة وصلت لكل الفراخ. وهنبدأ نغطيها وهنسيبها اقل حاجة 3 أو 4 ساعات. بعد كده بعد ال4 ساعات هجيب بقى الكفر بتاعي. عندي هنا دقيق هنحط عليه بقية التوابل اللي احنا كنا شايلينها. هنقلب كويس المكونات الجافة مع بعضها، وهنكون محضرين في بولة تانية مية ساقعة، ويفضل يكون فيها كمان قطع تلج. بعد كده هناخد قطع الفراخ هنحطها في الدقيق الاول المبهر دوت، هنرجعها في المية الساقعة. وهنا بقى الكفرج دوت على حسب راحتكم انتوا، اذا كنتوا بتحبوه عالي قوي او كريسبي قوي، ولا كنتوا بتحبوه طبقة واحدة بس. يعني لو بتحبوا الطبقة عالية او الطبقة سميكة هنبدأ نعمل الخطوة دي كتير. الدقيق هننزله في المية الساقعة ونرجع نحطه تاني في الدقيق، لكن طبعا عشان ما نحسش ان احنا بناكل عجين يعني، فهو يفضل يبقى مرة او مرتين بالكتير. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. في الوقت دوت يكون عندنا في زيت غزير على النار، يفضل طبعا يبقى في حاجة ضيقة عشان يبقى كمية الزيت مش كتيرة قوي يعني. زي ما انتم شايفين هنخلص كل الفراخ بنفس الطريقة. زي ما انتوا شايفين هنا انا كنت بخبط بايدي كده على طرف الحلة عشان تعمل القشور اللي احنا بنحبها في شكل السبايسي دي او في شكل المقرمشات بتاعة الفراخ. هنا كان ابني بيساعدني عادي يعني مفيش مشكلة. وبعد كده انا اخدت كملت منه بقى. هنبدأ نعمل لها كفرج كويس ونبدأ نخبط كده عشان ننزل اي بقية دقيق عشان بس تعمل شكل ايه اللي احنا بنحبه كلنا في الحاجات اللي بتيجي من بره دي. عندي هنا زيت غزير زي ما قلنا على النار يكون بس مغطي الفراخ. وهنا شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما استوت زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي دم ولا اي حاجة، وقلب ألف هنا وشفا.